جميل. هنتكلم بقى في الفيديو ده عن اللاي اوت كومبوننتس في الرياكت. ايه هي اللاي اوت كومبوننتس؟ اللاي اوت كومبوننتس دي هي كومبوننتس مسؤوله عن ترتيب وتنظيم باقي الكومبوننتس التانيه في الصفحه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي مش محتوى الصفحه نفسها، لا، هي بس بتظهر باقي الكومبوننتس جنب بعض، بتقسم الصفحه على شويه كومبوننتس، واللاي اوت ده بينظم لك او بيرتب لك شكل الكومبوننتس دي مترندره او معروضه ازاي. يعني مثال عليها زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات، مثال عليها مثلا زي الايه السبليت سكرين. بنشوف في بعض المواقع كده مقسمين الموقع لقسمين او ثلاث اقسام جنب بعض او فوق بعض، ايا يكن هم مقسمينه ازاي. والقوائم او الليست وهي عرض البيانات في قوائم ممكن برضو يكون صعب جدا لو انت ما نظمتش الدنيا صح. واخر كومبوننت هنتكلم عليه وهو المودلز. وطبعا كلنا عارفين ان المودلز دي هي البوب ابس اللي بتيجي فوق الصفحه. حلو. اللي اوت كومبوننتس دي بقى بتشتغل ازاي؟ في العاده لما بنعمل كومبوننت مثلا زي السايد بار، بنحط ال HTML والستايلز جوا بعض. حلو. لا طبعا مش حلو. ليه؟ لان احنا لما بنستخدم اللي اوت كومبوننتس بقى بنفصل ستراكشر او الشكل عن المحتوى. يعني احنا بنفصل شكل الموقع عن باقي الكومبوننتس اللي انت بتبنيها. يعني نعمل كومبوننت مثلا لللاي اوت، وده بيبقى الشكل العام، وبندخل فيه باقي الكومبوننتس الثانيه زي ما قلنا الايه السايد بار، زي ما انتم شايفين في الايه في الصوره اللي قدامكم. مميزاتها ايه بقى؟ مميزات الاي كومبوننتس دي ايه بقى؟ بتديك مرونه كده، تقدر تغير مكان الكومبوننتس من غير ما تلمس الكود بتاعك. تنظيم احسن، كل كومبوننتس بيهتم بالكونتنت اللي جواه بس، ملوش دعوه باي حاجه ثانيه. والخلاصه ان الاي كومبوننتس بتبسط حياتك لما تتعلم تستخدمها صح، وهتخلي الكود بتاعك اسهل في التعديل والصيانه. فمستعدين نبدا بقى في الامثله العمليه. خلونا نشوف اول مثال معانا ان شاء الله مع بعض في الفيديو الجاي.